الهلاوس اللي قفشه عايش فيها والضلالات اللي قفشه عايش فيها، هو دايما بيفكرني بالبوست بتاع اللي هو انتوا عايزين اسيب صحابي الجدعان ومراتي اللي بتحبني وشغلانتي الحلوه وابطل اخد دواء الشيزوفرينيا. هو ده بالظبط قفشه، هو ده اللي عايزه على ارض الملعب فعلا. هو شايف ان هو جامد لدرجه ان هو مستغرب هو انتوا ازاي مش شايفين اللي انا شايفه؟ يعني انا بنزل الملعب لمستي مختلفه عن اي حد، فانتوا ازاي مش شايفين اللي انا شايفه؟ ايوه ف والمشكله بقى يعني لما بتزود حاله الانكار في الضلالات دي وبتاخد موقف، يعني اللي هو ايه، احيانا بتبقى شايف ان انت جامد بس ما بتلعبش، فبتبدا بقى تدور طب يمكن اللي بيلعبوا احسن مني في حاجه، لا هو انا انكرت الواقع تماما، انا جامد ولازم العب، اي حد بيقول غير كده ما بيفهمش. بس ايوه الله يفتح بالظبط عليك. فالنهارده في الماتش بس لقى اللي يفهمه انه طولان يعني. يا عم النهارده في الماتش بقول لك بيدور على كل كوره، وكل ما حد يستلم الكوره يقعد يعمل له اهو يستلمها يضيعها. مفيش النهارده قفشه، مفيش كوره واحده صح عملها النهارده، حتى ضربه الجزاء شاطها زي الخرا. اعتقد ان هو كان في خناقه عشان ياخد ضربه الجزاء دي بس ما ظهرتش، او يعني خناقه بينهم كده في الايه، وعمرو الخبيني كده وكان مروان السوليه، وهتلاقي حد تاني بقى طمع فيها كمان. بس يا جدعان انا قفشه يعني. ايوه قدروني يا رجاله، قدروني ايه، انتوا ازاي بتتكلموا معايا اصلا عشان اخلص واعمل احتفالي السي ونظبط الدنيا وبتاع. او اي لاعب يعني مستواه مش حلو بس هو من نفسه مش حاسس ان هو رونالدينيو، انا دوت بحترمه وببقى مقدر ان انت فاهم ان انت مش مستواك عالي، فربنا يكرمك وبتعمل اللي عليك وكده. لكن لما تيجي تبص على قفشه بيأدي خراء في الملعب، ومع ذلك هو حاسس بجواه ان انا ميسي، ان انا اسطوره، وان انا يعني انتوا ما بتعرفوش تلعبوا كوره، اتفرجوا عليا شوف انا بعمل ايه. فلما بتوصل عقليه للدرجه ديت، انا ده بيبقى بالنسبه لي يعني ما يلعبش كوره تاني خالص. نقطه بقى ان هو غلبان او هو طيب، ده حاجه جميله، بس انا تقعد معاه ايوه بالظبط يعني دي حاجه جميله اللي انت تقعدوا مع بعض، لكن ما تجوش في حجز كوره يعني. لا يبقى على السيره اللي انت بتقولها دي بقول لك هو انا ازعل بصراحه لو انت راجل مشجع كوره وبتتفرج على كوره بقالك كتير وتاخد قفشه ده على محمل الجد. يعني هو قفشه ده تشوفه في التلفزيون النهارده وقفشه داخل يشوط البلن، كل الناس اللي بتتفرج معايا على القهوه اللي هو هيجيبها في ال90، هيجيبها في اعظم بلن هيتشاط، الناس اصلا خلاص هي ما بقتش واخداها بجد وهو كرتون. احنا جايينك نشجعك خلاص قشطه اوكي ما فيش مشكله يعني. صح. هو قفشه عموما يعني في لعيبه كتير مستوى المنافسه بيفوتهم في النادي اللي انت بتلعب فيه، في المستوى اللي انت بتلعب فيه، لما تنزل مستوى اقل هتلاقي نفسك. ما اتمناش قفشه ده اكتر لعيب حبيته، اكتر لعيب كوره حبيته في حياتي، بس ما اتمنالوش المصير ده، بس اتوقعه قفشه ده هينزل الى الهويه، هينزل يلعب في مستوى اقل من بعد الاهلي، مش هيلاقي نفسه وهيفضل يكابر 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 وشايف اللي هو نفسه اجمد حاجه، لحد ما الراجل اللي هو كان في الفيلم بتاع شيء من الخوف اللي هو انا زي عتريس بالظبط، انا بعرف اعمل كل حركات، هو ده بالظبط بمصير قفشه في النهايه.